ويقول الحسن البصري رحمه الله، يقول في الطعام 12 خصلة: 4 فريضة، 4 سنة، 4 أدب. أما الفريضة أي في الأكل قال: فالتسمية، أن تسمي الله عز وجل قبل الأكل. قال: أما الفريضة فالتسمية واستطابة الأصل والرضا بالموجود والشكر على النعمة، أن تشكر الله عز وجل في آخر الأكل، هذه فريضة. وأما السنة فالجلوس على الرجل اليمنى، نعم هذه سنة، والأكل من بين يدي الآكل، تأكل من أمامك، لا تأكل من أمام الناس، وهذا من آداب الطعام. وتناول الطعام ب3 أصابع اليد اليمنى، وهذه كذلك سنة. ولعق الأصابع، وهذه كذلك سنة. وأما الأدب فغسل اليد قبل الطعام وبعده، نعم. وتصغير اللقم، كثير من الناس اليوم تجد اللقمة يعني ما شاء الله. وقال: وتصغير اللقم وإجادة المضغ. إجادة المضغ أن تمضغ الأكل، يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يجدون المضغ. وصرف البصر عن وجوه الآكلين، أن تصرف بصرك إذا كان معك أناس في المائدة لكي لا يستحوا منك، فتصرف بصرك عنهم في الأكل، هذا من آداب الطعام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.